مع التقدم اللي حصل في تطبيق القانون خلال العقود اللي فاتت، مفيش قضية شخص مفقود ممكن تتعتبر فعلا غير قابلة للحل. إن شاء الله مع مرور الوقت وتطور أساليب التحقيق أكتر، معظم القضايا دي هتتقفل، وأهالي الناس المفقودين دول هيلاقوا راحة أخيرا. رقم 10. نانسي غاثري عندها 84 سنة، والدة مقدمة برنامج توداي شو سافانا. غاثري مختفية بقالها أكثر من 70 يوم بعد ما اتخطفت من بيتها في توسان، أريزونا. لكن في أمل إن الأدلة الجديدة بتاعت الدي ان اي اللي تلاقت في مسرح جريمة تساعد السلطات في القبض على الناس المسؤولين وتقدمهم للعدالة. في يوم 31 من يناير سنة 2026 نانسي تثابت عند بيتها في توسان بعدما زارت بنتها الثانية آني. صهرها توماسو سيوني يعتقد أنه كان آخر واحد شافها قبل ما تختفي. لما نانسي ما ظهرتش في البث المباشر لقداس الكنيسة، زملائها في الرعية قلقوا عليها واتصلوا بعائلتها وقالوا لهم إنها ما جتش الكنيسة ومش قادرين يوصلوا لها. الساعة 11 الصبح أفراد من العائلة وصلوا بيتها لكن ما لقوش أي أثر ليها. نانسي اتبلغ عن اختفائها بعد ساعة، والتحقيق اللي اتعمل بعدها زود قلق كل الناس اللي ليهم علاقة بالموضوع. كل حاجتها الشخصية اتلاقت جوه البيت، وبقى واضح بسرعة إنها ما خرجتش من البيت بمزاجها وإنها اتخطفت. البيت اتكفل كمسرح جريمة، وبدأ المحققين يجمعوا أكبر قدر ممكن من الأدلة. تم العثور على مادة بيولوجية جنب مدخل البيت وتحللت وتأكد إنها تخص نانسي، واكتشفوا كمان إن كاميرا الجرس اتشالت وغالبا اللي خطفها هو اللي شالها. في الأيام اللي بعدها كذا وسيلة إعلامية استلمت رسائل فدية من الخاطفين، لكن لحد دلوقتي ما تأكدش صحة الرسائل دي. اتنشرت صور وفيديوهات لراجل كان بيتلاعب بكاميرا المراقبة في بيت نانسي، لكن لسه الشخص اللي في الفيديوهات دي ما تعرفش عليه. ومع مرور الأسابيع عائلتها بقت قلقانة أكتر وأكتر على أخبار مكانها، وطلعوا بيان قالوا فيه إنهم جاهزين يتكلموا مع الخاطفين وإنهم هيدفعوا الفدية اللي قيمتها 6 مليون دولار. وفي بيان تاني سافانا لمحت إنهم سمعوا من الجناة وطلبوا إن نانسي يتم الإفراج عنها، لكن لما ما حصلش حاجة أعلنوا عن مكافأة قيمتها 1,000,000 دولار لأي حد عنده معلومات تساعد في العثور على نانسي. القضية ما حصلش فيها تقدم كبير من وقتها، لكن في أمل إن الأدلة الجديدة اللي تم العثور عليها ممكن تفتح باب جديد في التحقيق. الشرطة قالت إنهم لقوا شعرة في مكان الحادث وإنها اتبعتت للتحليل، ويا رب تكون الشعرة دي تخص واحد من الخاطفين. ولو الحمض النووي بتاعهم موجود في قاعدة البيانات هيكون مجرد وقت قصير قبل ما يتم التعرف عليهم. لو ده حصل يقدروا يلاقوهم ويقبضوا عليهم ويقدموهم للمحاكمة، ويا رب نانسي ترجع بيتها بالسلامة. رقم 9. نيكول ويندر عندها 53 سنة ومعروفة بين أصحابها وعائلتها باسم نيكي، وهم قلقانين عليها أكتر وأكتر من ساعة اختفائها اللي حصل في فبراير 2025. آخر مرة تشافت فيها نيكي كانت يوم 25 فبراير في نفس السنة، وهي كانت في بلوك 19,000 من طريق FM 974 على أطراف مدينة براين في تكساس. في الوقت ده كانت بتشتغل كمقدمة رعاية لشخص مسن، وكانت موجودة في المنطقة دي علشان تقوم بشغلها. بعد ما خلصت شفتها كانت خارجة من بيت الشخص ده واختفت فجأة من غير أي أثر. كانوا متوقعين إنها راحت بيتها خلاص، لكن بعد ساعة الشرطة تبلغت بتطور مقلق. عربية نيكي وهي شاحنة شيفروليه موديل 2025 اتلاقت على بعد ميلين من بيت العميل بتاعها، والأكثر قلق إن حد كان ولع فيها. الشرطة اتحركت فوراً وقرروا إن الحريقة ما كانتش بسبب مشكلة ميكانيكية، لكن كانت بفعل فاعل. الناس اللي ساكنين في المنطقة اتطلب منهم يراجعوا كاميرات المراقبة بتاعتهم، يمكن يكونوا سجلوا الجاني وهو بيعمل كده. اتقال لهم إنه الحادثة غالباً حصلت بين الساعة 3 و4 و15 العصر في اليوم ده، لكن للأسف ما جاش أي خيط يدل على الجاني. اتفترض على طول إن حياة نيكي في خطر، وبدأوا تحقيق في الموضوع. وقتها السلطات لقت أول خيط ليهم، صورتين من FM 974 وطريق جاك كريك القريب وروا مركبة مخصصة لجميع التضاريس ماشية في المنطقة، بس لسه ما عرفوش مين السواق. الصورة الثانية بتوري عربية نيكي وهي ماشية،
ولسه مش معروف إذا كانت هي اللي سايقة وقتها ولا لأ. لازم نلاحظ أنه سواق المركبة المخصصة لجميع التضاريس ممكن ما يكونش ليه علاقة بقضية نيكي، بس ممكن يكون عنده معلومات تساعد الشرطة توصل لمكانها. لسه ما ظهرش لحد دلوقتي، والشرطة عندها أمل إنه يشوف الصورة ويبلغهم باللي شافه في اليوم ده. الخطوة الجاية كانت تبدأ عمليات البحث الميداني عن نيكي، بس بما إنه مكان اختفائها ما كانش معروف، محدش كان عارف يبدأ يدور منين. مع ذلك اتعملت عمليات بحث كتير بمساعدة الهليكوبتر وطائرات الدرون وكلاب البحث وضباط ماشيين على رجليهم، لكن ما كانش فيه أي أثر تاني لنيكي. في يوم 15 إبريل أخو نيكي اللي عنده 50 سنة داستن اتقبض عليه في موضوع ملوش علاقة بالقضية، عشان كان عليه أمر ضبط وإحضار ساري باسمه. المحققين وضحوا بسرعة أن القبض عليه جه نتيجة التحقيق في مكان أخته، لكن هو مش مشتبه فيه. وفي نفس الوقت المحققين ناشدوا الناس تاني لو عندهم أي معلومات ممكن تساعد في حل قضية نيكي يتقدموا بيها. هي تعتبر مفقودة وفي خطر، وعشان كده لازم نلاقيها بأسرع وقت ممكن. وصفوها إنها شعرها أشقر وعيونها خضراء، طولها حوالي 170 سنتيمتر ووزنها 59 كيلو. لما خرجت من بيت العميل بتاعها في اليوم ده كانت لابسة قميص رمادي غامق وبنطلون وردي. في وكالات تانية كتير شاركت في عملية البحث، لكن لحد دلوقتي ما يقدروش يلاقوا أي خيوط جديدة. لو شفت نيكي أو تعرف هي فين، اتصل بمكتب شريف مقاطعة برازوس على الرقم 979-361-4900. رقم 8. قضية اختفاء ميليسا بيسون اللي عندها 37 سنة بدأت يوم 17 مارس 2025. شاهد اتصل بالشرطة وقال إنه شاف ميليسا ماشية على طريق إنديان فيلج في لاك دو فلامبو في يوم اختفائها، لكن دلوقتي تم إصدار معلومات أكتر. لما عائلتها ما سمعتش عنها لحد يوم 23 مارس قدموا بلاغ عن شخص مفقود للشرطة القبلية. قالوا إنهم كانوا قلقانين جدا على سلامتها لأنها عادة بتتواصل مع الناس القريبين منها، لكنهم ما سمعوش عنها من يوم ما اختفت. اتعملت عمليات بحث وتسأل السكان في المنطقة اللي اختفت منها، لكن محدش قدر يدي أي معلومات إضافية عن اللي ممكن يكون حصل لميليسا أو راحت فين. بعد ما كل الخيوط اتقطعت، الشرطة ما كانش قدامها حل غير إنها تستنى معلومات جديدة. وفي يوم 30 يوليو أعلنوا إنهم استلموا خيط جديد من واحد من الناس اللي كانوا في المنطقة في اليوم ده. وبينما أتأكد إن ميليسا كانت فعلا في طريق إنديان فيلج، شاهد تاني شاف حاجة مقلقة بعد شوية صغيرين. وبعد ما مشيت من الطريق ده على طول قرب منها 3 رجالة في عربية فان ووافقت تركب معهم. شافوها وهي بتنزل من الفان بعد ما وقفت عند منحدر قوارب على بحيرة كينونيجي، وبعد كده شافوها ماشية ناحية الجنوب على طريق المقاطعة السريع دي. واحد من الرجالة اللي في العربية مشي وراها شوية وكان مسموع وهو بيقول لها ترجع تركب العربية تاني، بس ميليسا رفضت. ولما شاف عربية جاية ناحيتها افتكر ان اللي فيها ضابط شرطة، والراجل جري واستخبى في منطقة فيها شجر قريبة. واتضح بعدين انه كان عليه امر ضبط واحضار، وهو ما كانش عايز يتقبض عليه ويتسجن. طلع من الغابة بعد شوية، ولما لقى ميليسا مش موجودة في المكان افتكر ان الشرطة اخدتها. السواق التاني اللي قرب منها تم تتبعه واستجوابه بعد كده. قال انه ميليسا كانت باينة عليها القلق لما كلمها، ولما سألها لو محتاجة توصيله رفضت عرضه. هو ساب المكان ومشي ناحية الشمال، وآخر مرة شاف فيها ميليسا كانت ماشية ناحية الجنوب. وبما ان ده كان آخر مكان اتشافت فيه، اتعملت عمليات بحث كتير تاني حوالين منحدر قوارب بحيرة كينونيكي، بس ما تلاقيش أي حاجة تانية، ولسه مكان ميليسا مش معروف. عمليات البحث شملت بحث على الأقدام وكمان استخدام طيارات بدون طيار وكلاب بحث، بس ما قدروش يلقطوا ريحتها. ومع عدم وجود معلومات جديدة، المحققين دلوقتي بيعتمدوا على الناس لو عندهم أي معلومة، وفي مكافأة لحد $25,000 لأي حد يجيب معلومة تساعد في حل قضيتها. ميليسا موصوفة إنه شعرها بني وعيونها بني كمان، طولها حوالي 5 أقدام و7 بوصات، وجسمها متوسط البنية. ممكن تتعرف عليها من الوشوم اللي على دراعها ورجليها ورقبتها. وآخر مرة تشافت كانت لابسة تيشيرت أسود بدون كمام وسويت شيرت رمادي وبنطلون تريننج أحمر. لو أنت أو أي حد تعرفه عنده أي معلومة ممكن تساعد الشرطة، يا ريت تتواصل مع قسم شرطة قبيلة لاك دو فلامبو على الرقم
58-877-17 أو مكتب شريف مقاطعة فيلاس، وده على الرقم 715-4794-441. رقم 7، وده حسب المعلومات الجديدة اللي اتنشرت في قضية اختفاء المحامي اللي عنده 57 سنة راندل سبايفي، وبراندون بيلماير اللي عنده 33 سنة. مكتب التحقيقات الفيدرالي انضم للتحقيق دلوقتي، وبيأملوا انهم يلاقوا اجابات اخيرا. راندل وبراندون اللي كانوا عم وابن اخوه اتبلغ عن اختفائهم يوم 19 ديسمبر 2025 بعد ما مرجعوش البيت من رحلة صيد. في الليلة دي بعد ما تعشوا الاثنين طلعوا على خليج المكسيك على مركب طوله 42 قدم اسمه أنستوبابول. في وقت معين يعتقد ان واحد من الرجالة وقع في المية من المركب، ويفترض انه لما التاني فهم اللي بيحصل نط في المية عشان يساعده، لكنه نسي انه موتور المركب لسه شغال، وغالبا الاثنين اتسابوا في المية لوحدهم. اول ما تبلغ عن اختفائهم خفر السواحل بدأوا يدوروا في المية بأكتر من 24 مركب، لكن ما قدروش يلاقوا أي أثر للراجدين. المركب بتاعهم اتلقى بعد كده على بعد حوالي 70 ميل من ساحل نابلز. اتقال إن المركب كان لسه في وضع التشغيل، بس كان بيطفو على المية وفاضي، ومفيش أي أثر لا لراندال ولا لبراندون. 2 من سترات النجاة اللي كانوا دايما على المركب كانوا ناقصين، وده ادى أمل شوية إنهم لسه في المية وممكن يلاقوهم. بس كمان اتقال إنهم اضطروا يسيبوا المركب لأسباب مش معروفة، وما كانش قدامهم حل غير إنهم يلبسوا سترات النجاة عشان يفضلوا عايشين في المية. رغم ساعات طويلة من البحث ما قدروش يلاقوا أي حاجة تانية، وفي الآخر خفر السواحل أعلنوا إنهم ما عندهمش حل غير إنهم يوقفوا عملية البحث. عائلاتهم شكروا كل الناس اللي شاركوا في عملية البحث، وطلبوا إنه تتساب لهم مساحة من الخصوصية عشان يحاولوا يتأقلموا مع اللي حصل. عائلة راندي بتقول إنه أب وزوج مخلص جدا، ودايما مستعد يساعد أي حد محتاج. قضى أكتر من 30 سنة شغال محامي في فورت مايرز بولاية فلوريدا، وساعد ناس كتير اتعرضوا لإصابات. أما براندون فكان لسه متجوز قبل ما هما الاثنين يختفوا، وكان بيشتغل في نفس مجال عمه. انضم لمجموعة شاينر القانونية سنة 2023، وكان عنده أملا يعمل فرق إيجابيا في مجتمعه. راندي موصوف إنه شعره بني وعينه بني وطوله 6 أقدام و1 بوصة، ووزنه 245 باوند. آخر مرة تشاف كان لابس بنطلون كاكي وقميص لونه غامق. شعره أشقر مائل للأحمر، وعينه بني، وطوله 6 أقدام و2 بوصة، ووزنه 250 باوند. مع أنهم وقفوا عمليات البحث عن الراجلين، الشرطة وخفر السواحل قالوا إنهم هيكملوا التحقيق في أي معلومات جديدة توصلهم، وطلبوا من أي حد عنده معلومات زي دي إنه يتواصل معهم. الاثنين دلوقتي أسمائهم اتضافت لنظام الأشخاص المفقودين والأشخاص المجهولين الهوية الوطني. اسم راندل رقم قضيته هو MP 154328، واسم براندون رقم قضيته هو MP 154331. أي حد يقدر يضيف أي معلومات إضافية للقضية دي يطلب منه يتواصل مع مكتب شريف مقاطعتي على الرقم 239 477 1000. رقم 6. للأسف في حقيقة إنه كتير من الناس اللي بيتم الإبلاغ عن اختفائهم كل سنة كانوا بيعانوا من مشاكل نفسية قبل ما يختفوا، وده كان الحال برضه مع إيمي هيليارد اللي عندها 52 سنة واللي محدش شافها أو سمع عنها من مارس 2026. الشرطة ما كانتش عارفة قبل كده إن إيمي كانت بتعاني من الاكتئاب، ومع إن التفاصيل الجديدة دي بتضيف جانب تاني لقضيتها، لسه ما تحددش إذا كانت حالتها النفسية ليها علاقة باختفائها ولا لأ. إيمي هي الشريكة في ملكية مقهى فارلي في سان فرانسيسكو. دي سلسلة مشهورة وليها فروع كمان في أوكلاند وسان فرانسيسكو، وبحسب كل الناس الشغل كان ماشي كويس. لما سلسلة من الأحداث السيئة بدأت تؤثر على صحة إيمي النفسية دخلت في حالة اكتئاب. على حسب كلام عائلتها، كريس اللي كانت صديقة قريبة لإيمي فقدت حياتها، وبعدها على طول واحد من كلاب العيلة مات كمان. كانت بتعتني ببعض قرايبها، وده زود عليها الضغط، وهي أصلا كانت بتتعامل مع الخسائر دي. آخر مرة كريس شافت فيها إيمي كانت يوم 25 مارس لما تفطروا مع بعض، وبعد كده وصلتها لمحطة مترو باي اريا رابيد ترانزيت، وكانت المفروض تروح جلسة علاج نفسي في وولد كريك. في الآخر رجعت لبيتهم،
وبعد كده الكاميرات الأمنية رصدتها وهي ماشية قريب من حديقة ديموند. كمان خرجت تتمشى بكلب العيلة بس ما رجعتش البيت، وكريس دلوقتي يائس وعايز يعرف إيه اللي حصل لها. بعد ما تم الإبلاغ عن اختفاء آمي فتشوا بيتهم ولقوا كل حاجاتها الشخصية جوا البيت. باب البيت الخلفي كان مفتوح بس ما كانش فيه أي علامات على وجود شجار أو حاجة غريبة. كريس قال إن بعد ما آمي خلصت جلسة العلاج بتاعتها بعتت له رسالة وقالت له إنها وصلت البيت. جارهم أكد فعلا إنها كانت هناك لأنه اتكلم معاها شوية وهي كانت بتتمشى بالكلب. لما كريس وصل البيت الساعة 3:15 قلق لما لقى الباب الخلفي مفتوح وبدأ يشك إن في حاجة غلط لما ما قدرش يلاقي آمي مع إن كل حاجتها كانت لسه في البيت. كريس كان متأمل يلاقي أي حاجة جوا البيت تديله دليل عن مكان آمي راحت فين، بس ده ما حصلش. اللي مقلقه أكتر هو إنه آمي خرجت من البيت من غير الدواء اللي لازم تاخده كل يوم، وقال للإعلام إن ده ممكن يكون خطر جدا عليها لو فضلت من غيره لفترة طويلة. بما إنه آخر مرة شافوا فيها آمي كانت ماشية جنب منطقة فيها مسارات المشي، السلطات بدأت تدور في المناطق دي الأول، وده مقلق جدا لعيلتها لأنها مش معاها أي مؤن أو معدات وممكن تكون تحت رحمة الجو لحد ما يلاقوها. عائلة الاثنين وأصحابهم ومجموعة متطوعين وكمان ناس محترفة في البحث فتشوا المناطق دي، لكن لحد دلوقتي آمي لسه مفقودة. هي شعرها أشقر وعيونها عسلي، طولها حوالي 1.63 سنتي ووزنها حوالي 54 كيلو. اتشفت في كاميرات المراقبة وهي لابسة تيشيرت أبيض نص كم وبنطلون جينز فاتح وجزمة بيضة. أي حد شاف إيمي أو عنده معلومات عن مكانها يتواصل مع قسم شرطة أوكلاند على الرقم 510-238-3641. رقم 5. لما رونالد دوماس جونيور اللي عنده 37 سنة اختفى في 2024 كان في الأول متوقعين أن التحقيق هيكون عادي، لكن تفاصيل جديدة بتقول غير كده، ولو تأكدت فعلا ممكن يكون في خطر كبير عليه. وقت اختفائه كان رونالد شغال سمسار عقارات في هانتسفيل ألاباما وكان أب ل3 أطفال. بعد ما اختفى عيلته قالت للشرطة إنه عمره ما كان هيسيب عيلته كده فجأة وما فيش سبب يخليه يختفي بالشكل ده. في يوم 15 ديسمبر 2024 رونالد راح بيت ابن أمه ووصل هناك حوالي الساعة 8 بالليل. كان قضى الويكند مع ابنه زي كل مرة وكان بيرجع الولد لأمه زي ما بيعمل كل أسبوع. بعد أكتر من ساعتين الساعة 10:15 بالليل شافوه بيشتري حاجات من محل ميد سيتي للخمور في هانسفيل، وشهود بعد كده قالوا للشرطة أنه كان معاه 2 ستات ما يعرفهمش. الكاميرات الأمنية في المحل أكدت الكلام ده برضو. ال3 قعدوا شوية صغيرين في المحل قبل ما يمشوا، ومن ساعتها رونالد ما تواصلش مع أي حد يعرفه. في اللحظة دي محدش كان شاكك إن في حاجة غلط، بس تاني يوم كل حاجة اتغيرت بسرعة. عربية رونالد هيونداي باليسايد موديل 2021 اتلاقت متروكة في كامدن تينيسي قريب من العلامة 133 على الطريق السريع بين الولايات رقم 40. ولما مرجعش البيت لحد يوم 24 ديسمبر عيلته قررت تبلغ عن اختفائه، وكانوا خايفين انه ممكن ما يكونش معاهم في يوم الكريسماس. زي ما بيحصل عادة التحقيق في اختفائه بدأ بتتبع تليفونه المحمول. اتلقى ان تليفونه كان في منطقة منفس في ولاية تينيسي، بس محدش قدر يفسر ليه كان هناك. ده سبب شوية شكوك عند المحققين، والشرطة أعلنت انها بتعتقد ان رونالد اتخطف. بسرعة جدا تم تحديد مجموعة من المشتبه فيهم، وأعلنت الشرطة أنها بتدور على توري ماكلورين عنده 33 سنة، وكيارا كلارك عندها 27 سنة، وكاريسا كاش عندها 33 سنة، وكوينتيريس وايت عنده 32 سنة، وسابرينا تشامبرز عندها 27 سنة. التهم اللي وجهت للمجموعة كانت خطف من الدرجة الأولى والتآمر على الخطف واستلام ممتلكات مسروقة. وتم تعقب كلارك وايت والقبض عليهم كمان في 8 أبريل 2025 واتحبسوا من غير كفالة. في الجلسة اتضح أنه تشامبرز ست اسمها كاليشا ماكيني كانوا بيشتغلوا في الدعارة الليلة دي، وهم الاثنين اللي تشافوا مع رونالد في محل الخمور. كاليشا توفت من وقتها، وسابرينا تشامبرز مختفية بقالها فترة. تليفون رونالد اتلاقى بعد كده في بيتها ولسه مكانها مش معروف، واتضح كمان أنه وايت وكلارك كانوا بيتكلموا عن $7,000.
كانوا عارفين إنهم في حساب رونالد البنكي وقت اختفائه. الرسائل اللي تلاقت بين كلارك ووايت بتوحي إن عملية الاختطاف كانت متخططة من بدري، وإنهم كانوا ناويين يسرقوا الفلوس من رونالد. باقي المجموعة لسه هربين من السلطات، بس غالبا المسألة مسألة وقت قبل ما يتم تعقبهم والقبض عليهم. دلوقتي في مكافأة قيمتها $10,000 لأي حد عنده معلومات عن مكان روبرت وأسرته أدت للشرطة الوصف ده. هو شعره أسود وعينيه بني، طوله حوالي 5 أقدام و5 بوصة، ووزنه 165 رطل. في تسجيل الكاميرات من محل الخمور اتشافه هو لابس قميص كاروهات أحمر في أسود بأكمام طويلة. أي حد يعرف روبرت فين يتواصل مع شرطة هانتسفيل على الرقم 256-2544-240. اسمه ورقم قضيته هو MP 135496. رقم 4. كتير من تحقيقات الأشخاص المفقودين تنتهي لما يتأكدوا إنهم بطريقة ما انتهى بيهم الحال في مية، وغالباً بعد ما يلاقوا عربياتهم في بحيرة أو نهر. في أغلب الحالات دي الناس دول بيكونوا مختفين بقالهم شهور أو حتى سنين، وغالباً بيتم العثور عليهم بفضل شغل الشرطة المستمر واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. لكن في حالة دانيال سكوت إميرسون، الراجل اللي عنده 64 سنة والمعروف وسط أصحابه وعيلته باسم سكوت، حصل اكتشاف مشابه، بس ده ما قربش الشرطة كتير من العثور عليه. آخر مرة شاف فيها سكوت كانت يوم 3 مارس 2026، ومن ساعتها ما تواصلش مع عيلته خالص. الشهود قالوا إنهم شافوه قريب من شارع فيرمونت وليكفيو حوالي الساعة 12:30 بعد نص الليل في اليوم ده، ولما ما قدروش يلاقوه لحد يوم 5 عيلته بلغوا عنه إنه مفقود. ولما انتشرت أخبار اختفائه شهود انجم وقدموا معلومات مقلقة. قالوا إنهم شافوا عربية نقل شبه عربية سكوت ماشية على الثلج في بحيرة شوتوكو يوم 3 مارس، آخر يوم اتشاف فيه من أي حد. وبالمعلومات دي اتقرر إنهم يفتشوا البحيرة، وفرق الغطس بتاعت الشرطة استخدمت تكنولوجيا السونار تحت المية عشان يلاقوها. العربية اتلقت في مية ضحلة بين العمود الثالث والرابع قريب من كوبري النصب التذكاري للمحاربين القدامى يوم 16 مارس. البحث في العربية كان صعب بسبب المية العكرة، واللي بيدوروا اضطروا يطفوا العربية عن السطح. يوم 20 ده اتعمل باستخدام وسائد هوائية، وأول ما العربية اترفعت من قاع البحيرة اتخذت على الشط وهناك فتشوها. جوا العربية ما كانش فيه أي أثر لسكوت، ولسه مش معروف إذا كان خرج من العربية قبل ما تغرق وتوصل للقاع ولا لا. اتلاحظ إن واحدة من إزاز العربية كان نازل لتحت، وعشان كده متوقعين إن سكوت يا إما حاول يطلع وهو العربية بتغرق، أو زي ما الشرطة قالت ممكن حد يكون سحبه لبرا، مع إن ده باين عليه مستبعد جدا. البحث استمر على ضفة البحيرة، والسلطات طلبت مساعدة الناس في العثور على سكوت، لكن ما طلعش أي أدلة جديدة. البحث الثاني اتعمل بمساعدة كلاب البحث وفرق الغطس، بس الظروف كانت لسه صعبة والتقدم كان بطيء جدا. المحاولات دي برضو ما قدرتش تلاقي سكوت، والشرطة طلبت من أي حد عنده فيديوهات للعربية وهي ماشية على البحيرة إنه يتقدم بيها. قالوا لهم يركزوا على الساعات بين 4 و7 الصبح يوم 3 مارس 2026، لكن لحد دلوقتي محدش قدم أي معلومات جديدة مفيدة. في عمليات بحث تانية بتخطط لها، بس السلطات قالت إنهم مش هيبحثوا كل يوم، بدل كده هيستخدموا جيتسكي وقوارب وفرق غطس من وقت للتاني على أمل إنهم يلاقوا سكوت. ووعدوا إنهم هيتابعوا أي خيط يوصلهم مهما كان شكله بسيط أو مش مهم. سكوت موصوف إنه عنده شعر رمادي قصير وعينه خضرا أو عسلي، وطوله حوالي 5 أقدام و8 بوصة، ووزنه 190 باوند. أي حد عنده أي معلومة ممكن تساعد في العثور عليه يا ريت يتواصل مع مكتب شريف مقاطعة شاتوكو على الرقم 716-753-4232. رقم 3. مفيش تفاصيل كتير متاحة عن اختفاء كولبي سينكلير اللي عنده 30 سنة، لكن الشرطة أعلنت إن في شبهة جريمة، وإن وحدة الجرائم الكبرى المتكاملة في جزيرة فانكوفر استلمت التحقيق من شرطة الخيالة الملكية الكندية. آخر مرة حد شاف كولبي كانت يوم 8 مارس 2025. بعد كده عيلته بدأت تقلق لما ما سمعوش منه وما قدروش يتواصلوا معه. السلوك ده كان غريب جدا على كولبي ومش من طبيعته خالص.
ولما برضه ما سمعوش منه لحد يوم 22 مارس اتواصلوا مع شرطة الخيالة الملكية الكندية عشان يبلغوا عن اختفائه. في يوم 20 مايو من نفس السنة، وحدة الجرائم الكبرى المتكاملة في جزيرة فانكوفر فتشت عقارين بعد ما صدر أمر تفتيش، لكن السلطات رفضت تقول إيه اللي خلاهم يشكوا إنهم ممكن يلاقوا أدلة عن مكانه هناك. أول عقار من الاثنين موجود في منطقة ريفية في بلاك كريك، والتاني ملك لقبيلة وايكاي من السكان الأصليين. ده جه بعد تقارير إن كولبي اتشاف آخر مرة في كامبل ريفر بريتش كولومبيا، ولسه مش معروف إذا كانوا لقوا حاجة مفيدة ولا لأ. لازم نلاحظ إن وحدة الجرائم الكبرى المتكاملة في جزيرة فانكوفر بتتولى التحقيقات بس لما يكون فيه اشتباه في نشاط إجرامي، وده اللي مخلي قضية كولبي مقلقة أكتر لأصحابه وأهله. من وقتها أخته شان لازوك كانت بتنشر معلومات عن اختفاء كولبي على السوشيال ميديا، وبتأمل إن حد يعرفه ويطلع بمعلومات كانت غايبة عن المحققين. عيلته كمان طلبت من أي حد عنده معلومات إضافية يتواصل مع السلطات في أسرع وقت عشان يلاقوا كولبي. وشان قالت إنها شايفة إنه مش مقبول إنه عيلتها لسه مستنية إجابات بعد كل الوقت ده، لأنهم محتاجين يقفلوا الصفحة دي في قضية كولبي. وكمان حرصت إنها تشكر كل الناس اللي شاركوا في التحقيق، سواء عن السلطات أو المجتمع المحيط أو كل اللي شاركوا معلومات عن قضيته على الإنترنت. أكتر سؤال محير في دماغ الناس في المجتمع هو ليه تم تفتيش العقارين اللي تكلمنا عنهم قبل كده؟ ده خلى الناس تتكهن كتير، لكن الشرطة هتستمر تركز على حقائق القضية مش النظريات. مصادر تانية بتقول إنه كولبي كان بيعاني من اللي سموه صراعات داخلية في الأسابيع والشهور اللي قبل اختفائه، وفي ناس قالت إنه كان بيحاول يغير حياته للأحسن. لكن كولبي لسه مفقود، والشرطة عندها أمل إن مع نشر الوصف ده حد يفتكر حاجة ويجي يقدم معلومات ما كانتش معروفة قبل كده ممكن تقفل قضيته. كولبي شعره بني وعينيه زرق، وطوله حوالي 5 أقدام و7 بوصة، ووزنه تقريبا 195 رطل. مش معروف كان لابس ايه وقت اختفائه. ووحدة الجرائم الكبرى المتكاملة في جزيرة فانكوفر طلبت من أي حد عنده معلومات إضافية يتواصل معاهم على 50-380-6161. رقم 2. كتير من قضايا الأشخاص المفقودين اللي لسه ما اتحلتش حوالين العالم بتخص ناس اختفوا وهم بيقضوا وقتهم في الهواء الطلق، وغالبا كانوا على مسارات المشي في الحدائق الوطنية. القضية اللي تخص تشارلز هوش اللي عنده 67 سنة مش مختلفة، وكل الجهود بتتبذل علشان يعرفوا هو ممكن يكون فين. وقت اختفائه في سنة 2025 كان تشارلز أستاذ في كلية الحقوق ديدموند بجامعة ساوثرن ميثودست في دالاس تكساس، وكان شغال محاميا في مكتب المحاماة هوش وموريس. كيت موريس شريكته في مكتب المحاماة قالت لوسائل الإعلام إن تشارلز كان بيزور أخوه في جينسفيل جورجيا في نوفمبر 2025. هو وأخوه أصلا من المنطقة دي، وكانوا قضوا وقت مع بعض يتكلموا ويطمنوا على بعض. في صباح يوم الاختفاء اللي كان يوم المحاربين القدامى، الاثنين فطروا مع بعض، وبعدها تشارلز قال إنه عايز يتمشى على ممر بايرون هيربرت ريس اللي كان بيتمشى عليه وهو صغير. المؤكد إنه وصل للممر فعلا لأن عربيته تلاقت بعدين، لكن مفيش أي أثر لتشارلز اتلاقى من وقتها. كيت كمان قالت إنها بدأت تقلق عليه لما ما قدرتش توصله على موبايله، وده كان غريب عليه لأنه دايما كان بيرد على مكالماتها. في تطور لاحق شاهد جه وقال إنه قابل تشارلز على الممر، وإنهم اتكلموا شوية قبل ما كل واحد فيهم يروح في طريقه، وعشان كده بيتفترض إن تشارلز ضاع بطريقة ما وهو على الممر، وبعد كده ما قدرش يرجع للمناطق المأهولة تاني. عائلة تشارلز قالت إنهم قلقانين جدا عليه، لكنهم لسه عندهم أمل إنه هيتلاقي، خصوصا إن في مجهود كبير بيتبذل عشان يلاقوه ويرجعوه البيت بأمان. خلال واحدة من عمليات البحث الكتير اللي اتعملت في المنطقة، كلب بوليسي شم ريحة تشارلز على الممر، وده أكد إنه فعلا كان في المنطقة دي في وقت من الأوقات. طلبوا من الناس اللي عندهم كاميرات صيد في المنطقة إنهم يراجعوا تسجيلاتهم، يمكن يكونوا صوروا تشارلز وهو ماشي على الممر، لكن لحد دلوقتي محدش قدم أي تسجيلات زي دي. القلق بيزيد لأن الممر معروف إنه وعر جدا، وكمان في الوقت ده درجات الحرارة نزلت بشكل كبير خصوصا بالليل، وده خلى تشارلز معرض للعوامل الجوية.
لأنه كان ناوي يعمل مشوار قصير بس وما خدش معاه أي مؤن أو معدات. عمليات البحث كانت مستمرة من شروق الشمس لغروبها، لكن برضو ما كانش فيه أي أثر لتشارلز. عائلته عملت موقع اسمه bringcharleshome.com، والناس تقدر تدخل عليه وتلاقي معلومات عن اختفائه. الكهوف اللي في المنطقة تفتشت عشان لو كان حاول يلاقي مأوى هناك، والمتطوعين مركزين على المناطق الصخرية في الممر عشان لو كان وقع واتصاب. كمان حاولوا يلاقوا موبايله، بس يعتقدوا انه بطاريته كانت فصلت لما وصل للممر. كمان اتعمل صفحة على GoFundMe لجمع تبرعات لعمليات البحث الجاية، وجمعوا لحد دلوقتي $80,000، وتقدر تلاقي الرابط تحت. معروف انه كان لابس بنطلون كاكي وسويتر لونه جملي وجاكيت أخضر غامق لما بدأ يمشي في الممر. هو موصوف أنه شعره أبيض وطوله حوالي 6 أقدام و1 بوصة، ووزنه 200 باوند. أي حد يقدر يساعد في العثور على تشارلز يتواصل مع مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة يونيون على الرقم 7064 396 091. رقم 1. ظهرت معلومات جديدة بعد اختفاء ويليام نيل ماكاسلن اللي عنده 68 سنة، وكان لواء متقاعد في القوات الجوية وأشرف على قاعدة رايت باترسون الجوية اللي موجودة في أوهايو، واللي دايما بيتكلم عنها منظر المؤامرة بتوع الأجسام الطائرة المجهولة. القاعدة دي كانت في يوم من الأيام مقر مشروع الكتاب الأزرق، ودائما بيتقال إن في مركبات فضائية من خارج الأرض كانت بتتخزن هناك بعيد عن عيون الناس، مع إن مفيش أي دليل على الكلام ده اتلاقى لحد دلوقتي. ويليام كان جزء من برامج سرية لتسليح الفضاء، وكمان شارك في مجالات بحثية كتير كانت بتستعمل في القاعدة، وعشان كده ناس كتير بدأت تتكهن إن شغله ليه علاقة باختفائه، بس ده لسه مجرد تكهنات. وبحسب التقارير ويليام اتشاف آخر مرة في بيته في ألبوكيركي نيو مكسيكو يوم 27 فبراير 2026. أتكلم مع عامل صيانة في البيت حوالي الساعة 10 الصبح في اليوم ده، وفي الساعة 11:10 مراته خرجت من البيت عشان تروح موعد. رجعت البيت الساعة 12:04، لكن اتفاجأت إنه ويليام مش موجود. جوا البيت لقت نظارته والأجهزة اللي بيلبسها، ولاحظت إن في قميص أخضر بأكمام طويلة وأزرار، وجزمة مشي، ومحفظته وسلاحه مع الجراب الجلد بتاعه مش موجودين. خلال البحث الأول اللي اتعمل يوم 7 مارس لقوا سويتشيرت رمادي بتاع القوات الجوية الأمريكية على بعد ميل واحد بس من بيت ويليامز. مفيش حاجة مريبة اتوجدت على السويتشيرت، واللي اتدبعت دلوقتي للمعمل عشان التحليل، ولسه ما تأكدش إذا كان امبليفيشن بتاعه ولا لأ. المحققين زاروا أكتر من 700 بيت من ساعة ما ويليام اختفى، وطلبوا من أي حد عنده كاميرات مراقبة بتبين آخر تحركاته إنه يتواصل معهم، بس لحد دلوقتي محدش قدم أي فيديوهات زي دي. مكتب شريف مقاطعة برناليو رد على الادعاءات اللي بتقول إن شغل ويليامز ليه علاقة باختفائه، وحذر الناس من نشر معلومات غلط عشان ده ممكن يعطل التحقيق بدل ما يساعد فيه. رغم كده في كذا وسيلة إعلامية ربطت قضيته بقضايا خبراء أمريكان في مجالات الفضاء المتقدم والطاقة النووية والدفاع اللي اختفوا بشكل غامض في السنين اللي فاتت. في تطور مفاجئ اتكشف أن زوجة ويليامز سوزان ميلكرسون قالت تعليق غريب وهي بتتكلم مع موظف الطوارئ 911. بعد 3 ساعات من اختفائه اتصلت بخط الطوارئ وقالت إنها عندها سبب يخليها تصدق إنه خرج من البيت وكان ناوي محدش يلاقيه أبدا. هي وضحت إنها كانت مصدقة ده عشان هو قفل تليفونه وسبه في البيت قبل ما يختفي، بس هي ما وضحتش ليه ممكن يكون اختار إنه ما يتلاقيش، لكنها أضافت إنها مش شاكة إن في جريمة أو حاجة مشبوهة في الموضوع. الغريب إنه في ناس قالوا إنه ويليام كان بيعاني من الخرف، وإنه سوزان جالها مكالمة مقلعة عن الموضوع في وقت ما، بس هي نفت الشائعات دي في بيان صحفي. لو أنت أو أي حد تعرفه عنده أي معلومات عن مكان ويليامز، يرجى التواصل مع مكتب شريف مقاطعة برناليو وحدة الأشخاص المفقودين على 5-468-7070. كمان ممكن تبعتوا المعلومات عن طريق رسالة نصية على الرقم 847411. شكرا لكم جدا على المتابعة. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدوسوا على زر اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. أنا اسمي توب 5 أنونز، وأشوفكم في الفيديو الجاي.